ندخل على تاني مرحلة من مراحل نمو المنتج أو من مراحل دورة حياة أي منتج، وهي مرحلة الجروث أو مرحلة النمو. في المرحلة الأولانية مرحلة الانترودكشن، أنت منتج جديد نازل السوق، بتحاول على قدر الإمكان في المرحلة دي إن أنت تنتشر بشكل كبير وتعرف الناس إن في منتج موجود. يبقى في مرحلة الانترودكشن الناس عرفت إن في منتج إكس نزل السوق، وتحاول توفره في كل مكان عشان اللي عايز يشتريه يلاقيه. طيب في المرحلة دي بقى مرحلة الجروث هي مرحلة النمو أو الازدهار. دي بقى مرحلة ازدهار وانتشار المنتج، ويبتدي بقى إيه الهدف من الأساسي من نزول المنتج، وهو تحقيق الربح. فالسيلز أو المبيعات بتتزايد تدريجيا على مدار السنين بشكل تصاعدي، وكل ما السيلز بتزيد كل ما الربح بيزيد، وتبتدي الشركة أخيرا تعوض المصاريف اللي صرفتها وتبتدي تكسب، تحقق البروفيتس يبتدي يظهر. ويوم عن يوم وسنة عن سنة في مرحلة الجروث بتاع المنتج بيدخل ناس جديدة يشتروا المنتج، بعد ما كان في الأول الإيرلي أدابترز أو الناس الأولانيين اللي تبنوا المنتج اشتروه مرة واشتروه اتنين، وبعدين لحق بيهم الإيرلي ماجوريتي والليت ماجوريتي وغيرهم. فبالتالي ابتدى الماركت يكبر، ابتدى السيلز تزيد، ابتدى التكلفة بتاعه الانتاج، عشان انا كشركه ببيع كتير، فبالتالي تكلفه الوحده هتبقى اقل، وبالتالي التكلفه بتقل والبيع بيزيد والارباح بيزيد والمنافسين كمان بيزيدوا، بيبتدي يدخلوا السوق وبيبتدي يظهروا تنافس، لان خلاص المنتج نجح وابتدى ينزل له حاجات تقلده وشبهه، فيبتدي يظهر له كمان منافسين، ويبتدي كمان نتوغل في السوق بشكل اكبر، ونظهر في ديستريبيوشن شانلز او منافذ توزيع بشكل اكبر واكثر كثافه. في المرحله دي يا اما سعر المنتج بيبتدي يقل عن اول ما نزل، او على الاقل بيفضل زي ما هو. ليه ممكن يقل على اول ما نزل؟ لان دايما بتبقى التكلفه زي ما قلنا، لما بتبيع كتير فانت بتنتج كتير، لما بتنتج كتير تكلفه المنتج، تكلفه الواحده بتقل، وبالتالي ممكن انت بتتحرك في السعر او تنزل السعر، خاصه لو نزل لك منافسين. الدعايه برضو يا اما بتكون زي الاول، يا اما او على الاقل بتثبتها بقى خلاص بشكل يعني زي ما نزلتها زي مرحله الانترودكشن، يا اما بتعليها شويه، لكن نوع الدعايه بتختلف. انت في المرحله الاولانيه كانت بتبقى مرحله اويرنس، يعني ان انت عايز تعرف الناس ان في منتج جديد. في المرحله اللي هي بتاعه الجروث انت كل شويه بتنزل ادفانتج مختلفه، او بتعرفهم بمميزاتك عن المنافسين اللي بينزلوا. وبالتالي علشان هنا المرحله هنا زي ما كنا بنقول ان في مرحله الانترودكشن يفترض ان انت تقلل وقتها على قد ما تقدر، لانك كشركه ما بتكسبش في المرحله دي. مرحله الجروث المفروض ان انت تزودها على قد ما تقدر. كل ما كنت تزود مرحله الجروث او يفضل المنتج ينمو فيه بشكل تصاعدي، وطول ما السيلز بتكبر يوم عن يوم وفتره عن فتره، ده مصلحه ليك. فانت همك هنا كشركه ان انت تطول عمر مرحله الجروث، غير في مرحله الانترودكشن انت كان همك ان انت تقصر عمر مرحله الانترودكشن وتدخل في مرحله الجروث. انما في مرحله الجروث انت همك ان انت تزود مرحله الجروث على قد ما تقدر. فبتتبع كشركه استراتيجيات مختلفه علشان مرحله الجروث بتاعت البرودكت دي تفضل مستمره اطول وقت ممكن. ازاي انا بقى كشركه اتبع استراتيجيه انها تفضل الرابid جروث او الرابid ماركت جروث as long as possible؟ بطول مرحله الجروث دي او النمو بتاع المنتج على قدر الامكان. بعمل ايه؟ في حاجات كتيره قوي ممكن تتعمل. اول حاجه افضل احسن باستمرار المنتج او البرودكت كواليتي، ولذلك بتلاقي كتير من الشركات تنزل لك كل كام سنه كده او كل سنه يقول لك بنفس الطعم الرائع، اللي هو نفس السعر، سوري، اللي هو طعم افضل بنفس السعر. او يقول لك مثلا ده هنا تنظيف احسن من اللي انت اتعودت عليه. لو انت بتتكلم مثلا عن منظف او مسحوق غسيل، هنا عمل حسن الكواليتي بتاعت البرودكت عشان يطول مدة الجروث بتاعته. فهو حسن الكواليتي. ممكن يقوم عامل يقوم ضايف موديلات جديدة كل فترة، او خصائص جديدة في المنتج كل فترة، زي ما بتعمل كده التليفونات. يبتدي مثلا زي ايفون كل سنة بينزل لك موديل جديد.
الموديل الجديد ده بيعمل جروث، بيطول عمر الافتراضي بتاع مرحله الجروث، بيفضل يخلي دايما المنتج في مرحله الجروث قبل ما يخش في مرحله الماتيورتي وبعدين مرحله الديكلاين. فكل ما بينزل موديل جديد، كل ما بينزل خاصيه جديده في المنتج، دي استراتيجيه علشان يفضل دايما المنتج في مرحله الجروث او مرحله النمو. ممكن يعمل ايه كمان؟ ممكن يستهدف نيو ماركت سيجمنتس، اللي هم شرائح جديده من المستهلكين ما كانش بيستهدفهم خالص. ينزل مثلا المنتج بسعر اقل، بحجم اقل، يخليه متوفر في اماكن ما كانش متوفر فيها، وهكذا. ممكن يقوم عامل ايه كمان؟ يقوم عامل تقليل للسعر في الوقت المظبوط علشان يبتدي يعمل اتراكشن او يعني يستجلب عدد جديد من المستهلكين. فهو كل دي استراتيجيات بتتبعها الشركات علشان يفضل دايما المنتج في مرحله الجروث. وطول ما المنتج في مرحله الجروث، طول ما البيع بيزيد وقت عن وقت، فكل ما البيع بيزيد كل ما البروفيتس او الربحيه بتزيد. فمرحله الجروث دي مرحله مهمه جدا اللي الشركات بتكسب فيها بشكل كبير، وكل هم اي ماركتير انه يفضل المنتج في مرحله الجروث. نخترع له بقى استخدام جديد، نغير شكله، ننزل له موديل جديد، نقلل سعره، كل ده علشان هدفه واحد، ان هو يفضل في مرحله الجروث اللي هي بتساوي ايه؟ مرحله زياده البيع وبالتالي زياده الارباح. لكن في المرحله دي دايما في معضله بتواجه الشركات، بتواجه اي شركه، اللي هو انا اكتفي بان انا بقى اخد الارباح بقى اللي انا مستنيها واللي انا صرفت علشانها كتير، ولا اهتم باني افضل مسيطر على السوق واخد ماركت شير كبير؟ ازاي يعني؟ هل انا اليوم عن يوم المنتج بيحقق مبيعات وبالتالي بيحقق ارباح من غير ما نغير فيه اي حاجه؟ فتمام، ده اللي انا عايزه. بس ساعتها مرحله الجروث هيبقى عمرها قصير، وممكن يطلع لي منتجات جديده تنافسني بمميزات افضل وانا ما بتطورش، وبالتالي هنا انا مكتفي بس بالارباح. ده حاجه. الحاجه التانيه طبعا الاصح بقى اللي هو ايه؟ لا، انا بحقق ارباح انما انا مش هكتفي بالارباح دي، انا عايز افضل كشركه احقق الارباح لاطول فتره ممكنه. فهصرف على التطوير المنتج بتاعي علشان دايما افضل انا في الرياده وافضل صاحب اكبر حصه سوقيه او اعلى ماركت شير. وبالتالي انا في المرحله دي هضحي بالبروفيتس او بالارباح اللي بتجيلي في الوقت ده، وهصرف شويه منها في تطوير المنتج وتحسينه علشان افضل انا على القمه باستمرار. ده طبعا التفكير كمنطق تفكير تسويقي مظبوط. انما في تفكير تاني يقول لك لا، انا هسيب المنتج هو نزل وابتدى يبيع وبيحقق ارباح، وانا هكتفي بالارباح دي لحد ما ياخد وقته ويدخل ويمر بمراحل حياته الطبيعيه. يعني هنا باختصار او الخلاصه، الشركات بتبقى في مرحله من الصراع ما بين اسيبه ياخد مجرات طبيعي لحد ما يعني خلاص دورته الطبيعيه ويتحول من الجروث للماتيوريتي وبعدين الديكلاين وارضى باللي بيجيبهولي، ولا لا، انا اضحي بجزء من اللي بيجيبهولي واصرف عليه علشان اطول عمره الافتراضي واطور مرحله الجروث واكسب على المدى الطويل واسيطر على السوق. هنا دي الدايليما او المعضله في المرحله دي من مراحل نمو المنتج. لكن افتكروا دايما ان مرحله الجروث دي مرحله كلما كانت اطول كلما كان افضل، لان كل ما مرحله الجروث معناها ان كل ما الزمن بيمر كل ما المبيعات بتزيد كل ما الارباح بتزيد، لحد ما بندخل على المرحله اللي بعد كده وهي مرحله الماتيوريتي. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.